تخيل إنك ماشي في ليلة هادية، والمدينة قدامك بتبرق بأضواء عالية وأبراج شايفة نفسها قريبة من السماء. كل الناس نايمة، واللي صاحي يا إما بيحرس، يا إما بيدور على رزقه، يا إما بيجهز أكبر ضربة هزت بريطانيا من أساسها. في اللحظة اللي عقلك شايف فيها الدنيا مستقرة في مكان ما، مجموعة ناس لابسين يبس الأمن ووشوشهم مخفية واقفين قدام باب ضخم طالع منه صوت مكاين وتكييفات كأنك داخل بطن بنك حي. الساعة كانت 1:21 بعد نص الليل، اللحظة اللي مفيش فيها نفس بيتحرك غير قلب واحد بس، قلب مستودع نقدي ضخم فيه ملايين الملايين. الباب الخرساني يتزق ببطء، ومجرد ما يفتح النور الأبيض يرشق وجوههم. قدامهم جبل من الفلوس، أكيد مش شايفينه كورق، ده كنز جاهز للسرقة. الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا جوه ما كانوش فاهمين اللي بيحصل، ناس داخل عليهم بالثقة، بأسلحة، بنظرات جامدة. محدش فيهم كان قادر يحرك عضلة. اتأيدوا واتلموا على جنب، وكل اللي قدامهم مشهد رعب. مجرمين، لكن شكلهم مش مجرمين، منظمين أكتر من عساكر، ومركزين كأنهم بيعملوا بروفا لحاجة حافظينها بالثانية. الشنط السوداء الكبيرة بدأت تتملى، صوت الفلوس وهي بتترص جوه الشنطة كان أعلى من صوت قلوب الناس اللي واقفة. كل رزمة بتترمي جوه الشنطة كانت بتقربهم أكتر من إنهم يدخلوا التاريخ. الكلام عن 53 مليون جنيه استرليني، 53 مليون كاش في ليلة واحدة، من مكان المفروض إنه من أكتر الأماكن أمانا في البلد كلها. الخطة ماشية، وكل خطوة محسوبة، مفيش صوت، مفيش كلام، مجرد حركة. شغل نظيف منظم وبارد، برودة تخوفك أكتر من السلاح. في اللحظة اللي العربية اتقفلت فيها والباب اتقفل وراهم، حد فيهم بص للورا نظرة واحدة بس، نظرة اللي فاهم إنه لسه بيبدأ وإن اللي جاي أكبر من مجرد سرقة. والمدينة كانت لسه نايمة، والصبح كان لسه ما يعرفش المصيبة اللي جاية. الصبح بدأ يصحى، وأول ضوء طلع على بريطانيا كان شايل معاه قنبلة مش خبر. الشرطة واقفة قدام المستودع، والوجوه مصدومة، والموظفين اللي اتربطوا طول الليل لسه مش قادرين يستوعبوا اللي حصل. الليلة اللي فاتت كانت زي مشهد من فيلم، بس فيلم ما فيهوش أبطال، وفي مجرمين عندهم هدوء أعصاب يخوف. التحقيقات بدأت، وكل شخص جوه المستودع بيتسأل، وكل كاميرا مراقبة بتتراجع، وكل ثانية من الليلة دي تتحلل واحدة واحدة. لكن المجرمين كانوا أذكى من إن الكاميرات تمسكهم بسهولة. مفيش بصمات، مفيش صرخة، مفيش رصاصة. العملية كلها اتنفذت بأعلى درجات الاحتراف. ومع الوقت الشرطة اكتشفت الجزء اللي محدش كان متوقعه. العصابة ما بدأتش الليلة اللي فاتت، لأ، ده شغل شهور. موظف اتراقب، مدير اتبع، خرجاته واتصالاته اتسجلت، حياته كلها اتحولت لخيوط بتتشابك حوالين رقبته من غير ما يحس. واحدة واحدة الشرطة اكتشفت إن العصابة خطفوا مدير المستودع قبل العملية بساعات، هو ومراته وابنه. ضغطوا عليه ورسموا له كل خطوة لازم يعملها جوه المستودع من غير ما يبان عليه إنه مرعوب. كانوا حاطينه تحت تهديد إنه لو غلط في خطوة عيلته مش هتشوف الشمس تاني. اللي حصل جوه كان مجرد تنفيذ، لكن اللي حصل قبلها ده اللي كشف قسوة اللعبة. ومع كل يوم بيمر الفلوس اللي اتسرقت كانت بتختفي أكتر. ملايين راحت في عربيات، ملايين راحت بره البلد، ملايين اتمسحت من الوجود. الشرطة مسكت بعض أفراد، والبعض التاني اختفى كأنه عمره ما كان موجود. والبلد كلها كانت في حالة صدمة. إزاي مستودع أمان نقدي بالشكل ده يتاخد منه 53 مليون جنيه استرليني في ليلة واحدة؟ إزاي نظام كامل يقع بسبب شوية تنكر وخطة متقنة وضغط نفسي على مدير واحد؟ والأسوأ، إزاي حد يقدر يطير بثروة بالشكل ده من غير ما يسيب وراه ريحة؟ القصة دي ما كانش مجرد سرقة، كانت رسالة. رسالة بتقول إن أذكى عملية مش محتاجة رصاص، محتاجة عقول ما بتعرفش ترتعش. والمشهد الأخير، بريطانيا كلها كانت بتندهش، والناس العادية كانت بتسأل السؤال اللي لحد النهاردة محدش عارف يرد عليه: الفلوس دي راحت فين؟ وليه مفيش حد كان مستعد للي حصل؟ الحقيقة إن الليلة دي فضلت وصمة، وكل ما حد يسمع رقم 53 مليون لحد دلوقتي يعرف إن الليلة دي كانت أكبر إعلان في التاريخ إن لما النظام ينام في ناس بتصحى.